أمة رسول الله أصبحنا نأكل الربا، فكيف يستجاب دعاؤنا؟ أصبحنا نأكل الحلال والحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلف يجلب منفعة فهو ربا، كل سلف فيه زيادة فهو ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين، وسيادنا العلماء بينوا، أن من أكل درهما من الربا، اللي كان درهم ديال الربا بحال زنا 33 زنية، أقلها كأنه زنى بأمه والعياذ بالله. أهل الربا قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يوم القيامة كيقوموا كالمجانين. علاش؟ لأن الله تعالى قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، من يصعد السماء الأولى في المعراج ولقى فيها آدم عليه الصلاة والسلام، والسماء الثانية لقى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، والسماء الثالثة وجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، والسماء الرابعة إدريس عليه الصلاة والسلام، والسماء الخامسة هارون بن عمران عليه الصلاة والسلام، والسماء السادسة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، والسماء السابعة فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها صعد إلى سدرة المنتهى، شاف فيها الجنة وشاف النار، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة وجدت أكثر أهل ديالها شكون؟ الفقراء والمساكين. وطالت على النار ولقيت أكثر الأهل ديالها شكون اللي معمرينها؟ الأغنياء والنساء. قالوا لي: يا رسول الله، الأغنياء عرفناهم علاش دخلوا على الأموال ديالهم، كسبوها من حرام وما نفقوش في سبيل الله، والنساء مالهم؟ تما معمرين جهنم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن يكفرن، كيكفروا. قالوا لي: يا رسول الله، واش العيالات كيكفروا بالله والرسول؟ قال لهم: لا، يكفرن العشير. المرأة كتكفر بالعشرة ديال الراجل، يدوز معها 80 عام و70 عام، ومني كان خدام راجل يجيب ليها ويوكلها ويلبسها، ونهار يشد الركنه تقول لي: تماك مصدعنا، خرج تلعب دام ولا تلعب كارطه. خرج يا سيدي، خرج برا، سير للجامع، سير تقضي حاجه، انت بقى تشكى الهضره، اقوى تشكى الهضره، سير في حالات. يعني كتكفر بالعشره ديال الراجل، ملي كيتسلى الراجل بين يدين المراه كتكفر بالعشره ديالو، كيسخط عليها فتكون من اهل النار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف النار، نسال الله العافيه، شاف قوم مالهم لهم بطون كالجبال، كرشهم بحال الجبال، بحال بالون كيتكركبوا، كيدوزوا عليهم آل فرعون. وشافهم يغمسون في واد من دم، في واد ديال الدم، فين ما يخرج راسه من الواد كتضربوا الملائكه بالحجر باش يعاود يتغطس. شكون هادو يا جبريل؟ قال لي: هادو هما أكلت الربا. وشاف ناس اخرين لهم مشافر كمشافر الإبل، عندهم شلاقم بحال ديال الجمال، والملائكه كتلوح لهم في الحجر، الحجر فيه نار كتلوح لهم فمهم وكيخرج من الادبار ديالهم، من اللور ديالهم. شكون هادو يا جبريل؟ قال لي: هادو اللي كياكلوا اموال الايتام، اموال اليتامى. وشاف نساء معلقات معلقين من البزازل ديالهم. شكون هادو يا جبريل؟ قال لي: هادو هما اللي كيرضعوا، كترضع ولد واحد اخر وما كتساويش مع با، كيرضعوا بدون استشاره. وشاف واحد الناس في اليمين ديالهم لحم سمين طيب، وفي اليسار ديالهم اللحم الريحه ديالو خايبه خانز ما يسواش. مال هادو يا جبريل؟ قال لي: هادو هما الزنات من الأمة ديالك، كانوا كيخليو النساء اللي حلل لهم الله تعالى ويمشيو للفساد والحرام، وهم معلقون. منين علقهم الله تعالى؟ الزنات اللي كيزنيو معلقهم الله تعالى من فروجهم، والملائكة كتضربهم بالحجارة الفروج ديالهم. علاش؟ لأنهم عصوا الله تعالى بفروجهم. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم قوم عندهم الضفار مناش من نحاس يخدشون وجوههم، كيضربوا الوجوه ديالهم. من هؤلاء يا جبريل؟ شكون هذا؟ فقالوا جبريل عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس، يأكلون لحوم الناس. ورأوا ناس، شاف ناس اخرين والملائكة دايرة مقوسة وكتقطع عليهم الألسن ديالهم، اللسان ديالهم كيتقطع. شكون هؤلاء؟ قال لي: هؤلاء هم خطباء الفتنة، هادو هما الخطباء اللي كيخطبوا خطب الفتنة، يقولون ما لا يفعلون، كيقولوا داكشي اللي ما يديروش. القلوب ديالهم كالأسى مرة، والألسنة ديالهم أحلى من العسل. إذن يا إخوان، من العلامة ديال هذه الأمة اللي غادي يكون فيها هذه الأمور في هذا الزمان أنهم يكرموا الشعراء، الشيخات وهل الغناء يتكرموا، ويدوزوا ب2 مليون و3 مليون ليلة، والعلماء منسيين ما بغاهم حد، ولا الدار كتمشي بالري ديال المرأة، شاوروا النساء وخلطوا المال بالربا. طيب، وقال: وجعلوا العلم والقرآن وراء ظهورهم،
كنا يا أحباب درنا العلم والقرآن مور ظهورنا. دوك الناس الصحابة رضي الله عنهم لبسوا القرآن، كان القرآن كيمشي في الدم ديالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه كان قرآنا يمشي بين الناس. احنا اش لبسنا؟ احنا لبسنا الدنيا، والدين درناه في الشكارة، الدين خليناه في الجامع، الدين خليناه في الصلاة. هما ذاك الدين كانوا كيطبقوه في حياتهم. احنا اللي بغى الدين يمشي للجامع، ما عندناش الدين في الحياة ديالنا. الحياة ديالنا كل واشرب وخدم وسير في حالك. اما لا بغيتي الدين سير دخل بيت الله. خلينا الدين في بيوت الله. العلم والقرآن ما عندنا ما نديروا به. ولادنا ما تليناش بينا نعلموهم القرآن ونعلموهم العلم. انت ولدك باغي يكون طبيب، والاخر ولده بغى يكون دكتور، والاخر قال لك ولدي بغى يخرج مهندس، وهكذا. ولادنا هيئناهم للدنيا ونسينا العلم والقرآن اللي بيه غادي يتنوروا الاولاد ويكونوا صالحون. يكونوا خير خلفين لخير سلف، ما يكونوش بحال ذاك الخلف السيء اللي قال عليه الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف